بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والله لا أدري أبدموع الحزن أسطر كلماتي أم بدموع الفرح. بدأ البلاء بمرض أبي منذ فترة طويلة بمرض القلب، وبدأ الأمر يشتد. يا الله، بدأنا في اشتداد المرض، ولكن كم كان أبي صبورا. ثم أصيب بعد ذلك بمرض في الطحال، ثم الكبد. يا الله، ثم جاءت الصدمة الكبرى بالنسبة لنا جميعا بسرطان الكبد. ولكن وربي إخوتي لم أرى مثل هذا. فلكم كنت يا أبي، لا أقول صابرا، ولكن أقول كان العجب يا أبي أنك راضيا. كان أبي يصمم على الذهاب للمسجد حتى لصلاة الفجر، مع أن الأطباء قد منعوه. ولكن الغريب زيادة تعلق أبي بالله بصورة كبيرة جدا. هذه رسالة أحبابي إلى قلبي الذي قسى، وإلى الذين أحببتهم في الله. لقد كان أبي دائما رغم وجود الغيبوبة مداوما على ذكر الله عز وجل، وعلى الصلاة، وعلى قيام الليل. كان أعجب ما رأيت من أبي. قال وهو في أشد غيبوبة مرت عليه منذ أن مرض، قال بالحرف الواحد: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. محمد حق، محمد حق، محمد حق، والرسل حق، والملائكة حق. بل كان أبي يقول: لله الأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد. بل ومن أشد ما أبكاني ما قاله أبي في الغيبوبة التي كانت قبل الوفاة. كان يقول وهو في الغيبوبة: الحمد لله الذي متعني بالنظر إلى وجهه الكريم ورؤية رسوله. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. يوم 28 رمضان الماضي صمم أبي على أن نخرج أموالا كثيرة، ثم أمرنا أن نأتي له بالكفن. يا الله، ثم أخذ يوصينا وقال لي: أنا هموت في يوم جمعة. وكنت قد ذكرت له من قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات في ليلة الجمعة أو نهارها أمنه الله من فتنة القبر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومن أعجب ما حدث طرقته يوما مساء على ذكر سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رجعت ورب الكعبة وقد وجدت الغرفة بأكملها بكل من فيها من الأطباء والممرضات وغير ذلك، الكل يردد مع أبي هذا الذكر. فقلت له مبتسما: سبحان الملك، أنت كمان شغال في الدعوة. وجاء يوم الجمعة 13 شوال، فوجئت أن أبي في آخر لحظات حياته بعد هذا البلاء الشديد الذي عاشه. لقد رأيت بعين الحقيقة التي كنت طالما غافلا عنها، ولطالما غفل عنها الكثير. نعم إخوتي، نحن نقرأ فقط، أما أن ترى بعينك فشيء آخر. نعم، وجدتها السكرات. إذا يبس منا اللسان، وارتخت اليدان، وضعف الجنان، وشخصت العينان، وبردت القدمان، برحمتك يا أرحم الراحمين. قلت: يا رب يسر الأمر قبل المغرب، يا رب يسر الأمر قبل المغرب حتى تكون الوفاة في يوم جمعة، وما هي إلا دقائق. ووجدت أبي يتبسم إلي وينظر إلي وهو يردد بشكل ملحوظ: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. وفي تمام الساعة 5 وقبل آذان المغرب مات أبي، وإن كان أبي قد مات ولكنه أيقظ الكثير.
على ماذا تريدون أن تموتوا؟ على شهادة وتوحيد، أم على معاص وقيود؟ على قرآن ونور، أم على آلام وهموم؟ على دموع توبة في جوف الليل، أم على دموع وما زالت البشريات تتوالى عباد الله. جاءت لحظة السعادة، لحظة الغسل. سبحان الله، ويكأنه ريشة نغسلها، إي وربي، يمينا ويسارا، وكان نظيفا جدا وانتهينا بسرعة. وكانت هناك لحظة عجيبة لم أرها من قبل، إنها ابتسامة عجيبة ترتسم على وجه أبي، ثم تبسم ملحوظ جدا، يا الله. وكان كل شيء على السنة بفضل الله، وقد أوصى أن يخلو أي شيء أي جنازته من البدع. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الوهن. يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، عسى تجازين بعد الموت بالحسن. وعند إنزالنا أبينا إلى القبر حدث أمر عجيب، لقد انفك الكفن تدريجيا دون أن نلمسه، ورب الكعبة دون أن نلمسه. فقلت سبحان الله، ويكأنه يستعجلنا، وكان جسده طريا جدا جدا، مع أننا انتظرنا قبل الدفن 18 ساعة. واليوم التالي للدفن كان زوج أختي قبل أن يدفن قد اعتمر له، وكانت آخر وصاياه لي القرآن. أطفئت شمعة عمري وانتهى يومي وشهري، قد رحلت بلا إياب نحو أكفاني وقبري.